غدا ب51 جنيه ل4 افراد. يلا اقول لك هنعمل ايه، بس قبل اي حاجه اعملي لايك، صلي على الحبيب، قلبك يطيب، قولي لي رايك في الكومنتات. انا مبدئيا كده كان عندي اخر كيسين مكرونه زي ما انت شايفه، خلاص اخر الشهر بيخلص وكل حاجه بتشطب، مفيش اي حاجه غير اللحمه اللهم بارك. كيسين المكرونه دول كيس ب 13 جنيه، فانا جبت اتنين ب 26 جنيه. حتى الطماطم هم دول اخر حاجه في التلاجة، كان نص كيلو او اقل كمان. هبدا اغسلها واقطعها واحطها في الخلاط، وهضيف عليها شويه اضافات هتخلي ريحه الصلصه تملى عندك العماره. هو نص كيلو على فكره، مش اكتر من كده. وكان كمان في معلقتين صلصه حطيت فيهم شويه ميه ورجيتهم، وهنزل بقى بكل التوابل. معلقه خل عشان تتقل الصلصه، ومعلقه بابريكا او شطه المتاح عندك، وفلفل اسود، والسبع بهارات، وكمون، وكزبره، واخر حاجه معلقه توم مهروس. هتعملي شويه الكلام ده كله، هتشم شويه صلصه، واحلى صلصه هتاكليها في حياتك. صلي على الحبيب، قلبك يطيب، اكتبي لي ميزانيتك ايا كانت هي ايه بكام، وبعون الله هعمل لك ليها احسن الاصناف، وكلها كمان اقتصاديه وعلى قد الايد. طبعا بنعمل ميزانيات من اول 200 جنيه لحد 1000 جنيه اسبوعيا، وبنجدد فيها كمان اكتر من مرتين في الاسبوع على حسب الاصناف والاسعار. كل ما كانت الميزانيه شد حيلها شويه، كل ما احنا هنقدر هنضيف افكار ووصفات واصناف كمان اكتر. حتى الفاكهه هنجيبها بفضل الله. هنا خلاص ولعت على ميه المكرونه، والصلصه في الخلاط، الطماطم في الخلاط بتتضرب، وهنزل بيها زي ما هي في الحله التانيه كده. مسافه ما الصلصه تتسبك هتكون المكرونه اتسلقت. 7 دقايق بولع عليها النار واطفي، واسيب المكرونه في الميه تكمل سواها 3 دقايق، يعني كله اول عن اخر ما بتاخدش ل10 دقايق. الاكله دي زي ما قلت لك 4 افراد ب51 جنيه. صلي على الحبيب، قلبك يطيب. نص كيلو طماطم مش هيكمل معاك ال5 جنيه، مع ان هو كان موجود بس انا حسبته معاكي. كيسين مكرونه كيس ب 13 جنيه، 26 جنيه، ادي 31 جنيه. وجبت كمان الاربع بيضات دول ب 20 جنيه. اللهم بارك. كده زي ما قلت لك 51 جنيه هتاكلي 4 افراد. انا هنا جبت كيسين المكرونه وفردتهم قدامك وهكسرهم قدامك، عشان بعد ما بتستوي بتنفش وحجمها بيكتر. فانتوا بتقولوا ده مش كيسين مكرونه ابدا، لا يا جماعه، هو كيسين مكرونه كيس 400 جرام والله، وقدام عينيكم اهو. ما رضيتش حتى اكسره بعيد، عشان اول ما اكسره ما شاء الله هتلاقيه مرس صينيه، وهتحس ان هو اكبر من كيسين. لا، هم كيسين اللهم بارك. البركه حاجه مهمه جدا. صلي على الحبيب، قلبك يطيب. انا عملت الكلام ده كله، وزي ما انت شايفه هاخدها هتتسلق، و7 دقايق اطفي النار، وهتاكلي مكرونه ولا هتعجن ولا هتكون مهريه. صلي على حبيب، قلبك يطيب. يا دوب هي هنا بدات تغلي، هطفي وهسيبها تكمل سواها في الميه. وادي الطماطم بتتسبك، وادي البيض اللهم بارك. شويه الخل اللي حطيتهم في ميه البيض عشان ما يفرش ويبهدل البوتاجاز. طماطم فارد، فاحنا ما كناش عايزين نبهدل البوتاجاز اكتر من كده. والبيض ما بياخدش برده اكتر من 10 دقايق. ونغرف شويه مكرونه وبيض. وبعت معاهم جبت كيس شيبسي ب5 جنيه. كنت ممكن اقلي بطاطس، بس البطاطس لقيتها غاليه كيلو ب 18 جنيه، فمش مستاهله اقشر واقلي. هو كيس شيبسي ب5 جنيه، وتقدري تستغنى عنه وتبدليه بشويه مخلل. صلي على الحبيب، قلبك يطيب. غدا ل4 افراد ب51 جنيه، ولسه كمان في طبقين مكرونه. كيسين بيرموا معاكي يا جماعه حبه حلوين. صلي على الحبيب، قلبك يطيب. ما تنسيش تقولي لي ميزانيتك ايا كانت هي كام، باذن الله هعمل لك ليها افكار ووصفات هتكون اسبوعيه. ما تخلصيش المرتب كله اول الشهر، بنجيب اساسيات مره واحده في الشهر، والباقي بنقسمه على مدار الاسبوع.